الولايات المتحدة الأمريكية تستورد من السودان عددا من الصواريخ عابرة للمجرات من طراز أجاتك في مالك سامحتك، وأمريكا تطالب بمهلة للسداد. ألمانيا توقف صناعة السيارات المرسيدس بسبب إغراق السوق بالسيارات السودانية من ماركة ماشية معاك باسطة. تم افتتاح كوبري البحر الأحمر الرابط بين جدة بورت السودان، والسلطات تتخوف من الهجرة العكسية للبلاد. سويسرا تستورد 5000 طن من بودرة الويك الأصلية، وتطالب الحكومة السودانية بخفض أسعار العرداب. السلطات السودانية تحبط محاولة تسلل مهاجرين من فنلندا تسللوا عبر الحدود، وبالأمس تم ترحيل 10,000 لاجئ سويدي كانوا يعسكرون في منطقة الفشقة إثر الحرب الأهلية في السويد. البلاد تحتفل بتحويل مقر الأمم المتحدة من أمريكا إلى منطقة الفتحاب، ومحكمة العدل الدولية تطالب الحكومة السودانية بتحويل مقرها من الفكي هاشم إلى الحاج يوسف الردمية. فرنسا تفرض ضرائب باهظة على العناقريب السودانية، والسودان يستخدم حق الفيتو. السودان يلوح بفرض عقوبات على بريطانيا إن لم تتخذ الأخيرة إجراءات جادة في شأن النزاع القائم في غرب أوروبا. الخرطوم ترسل تعزيزات أمنية لمنطقة شمال الميسيسيبي، والناقلة الحربية اللعوتة تصل المياه الإقليمية في البحر المتوسط لوقف حمام الدم بإيطاليا. انهيار لناطحة سحاب بشرقي مدينة حجر الطير تؤدي بحياة المئات. مجلس بلدية الشقلة يمنع استيراد أي ثلاجة أو بوتجاز لا يمكن توصيلهما بالإنترنت. السودان يحث دول الخليج على الوفاء بسداد ما عليها من ديون مستحقة له. فوز الفيلم السوداني الصخلة الزرقاء في مهرجان كان السينمائي. سقوط القمر التجسسي السوداني عايد لي في البحر الأبيض المتوسط، والخرطوم تنفي امتلاكها له. فلسطين تطالب السودان بتزويدها بقنابل عنقودية من طراز الفار دقس وتلحس لتقوية شبكاتها الدفاعية. سوداني يتسوح بواشنطن ويطالب الأمريكان بتعويض مالي 85 تريليون دولار لأنه منظر البيت الأبيض سد نفسه